السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي شابحور. شحال هذه ما نزلت شي فيديو. واليوم غنشارك معكم هذا الخبز ديال الطوست بالدقيق القمح. كيجي زوين بزاف، ناجح ومجعب. اليوم غادي تتبعوا معايا الفيديو مزيان باش تعرفوا الاسرار ديال النجاح ديالو ان شاء الله. هنا غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق القمح. انا عندي مغربل بالغربال الرقيق، يعني مصفي مزيان. الا بغيتو ديروا بالنخاله ديالو او الحمراء الرقيقه ماشي مشكل، يعني حتى انا مره كنديرو بالحمراء مره كنديرو هكا مصفي. درت هي 300 غرام لان المول اللي عندي صغير، ما عنديش كبير. نتوما كديروا على حسب المول اللي عندكم. انا غادي نعبروا لكم وغادي نخلي لكم في صندوق الوصف شحال ديال السنتيم فيه. هنا غادي نحتاجو الخميره. المهم الخميره راه كنديرها عيني ميزاني. غادي ندير لكم كلشي بالغرام في صندوق الوصف كيف العاده ان شاء الله. وهنا واحد المعلقه صغيره ديال سنيده هي باش تفعل ليا ديك الخميره والملحه. وعندي معلقه كبيره ديال الزبده حيوانيه، وواحد الكويس صغير ديال اللبن. هنايا اللبن غير اختياري، هنايا بحال كنحصروا ديك العجينه وصافي. وغادي نكمل بالماء دافي. صافي هنايا كندير الخميره في الدقيق مع السكر سنيده واللبن. اللبن هنايا ما يكونش بارد في الثلاجه ولا باش ما يخسر لكمش ديك الخميره. كنديرو يكون يعني بحراره المطبخ. صافي كنديرو اللبن وعاد كنجمعو بالماء دافي. صافي هنايا في الاخر عاد كندير هذه الملحه. ما كنديرهاش من الاول حتى كنجمع الخميره مع الماء دافي وكتطلق ليا مزيان في العجينه، عاد كنديرو في الاخر الملحه. صافي هنايا العجينه غادي ندلكها غير بيديا لانني عجنتها بالليل، ما بغيتش نخدم العجانه على ود الصوت. وحتى الكميه غير قليله، يعني دلكتها غير بيديا. انا ضروري العجينه ندلكها بيديا. القوام ديال العجينه خصو يكون خفيف، يعني انا هنايا الدقيق تيشرب ليا واحد شويه واخا هكاك، يعني خفيتها مزيان كما كتشوفوا في الفيديو. يعني ماشي حتى لدرجه ديال السفنج، ولكن شويه يعني جامعه راسها على السفنج. صافي كندير في الاخر ديك المعلقه ديال الزبده وكندلكها مزيان وكنغطيها تخمر تقريبا واحد نص ساعه ولا تقريبا ساعه الا ربع بحال هكاك، حيت دابا الجو بارد. هنايا كنجيب المول كدهنوه مزيان بالزبده هو والغطايه ديالو. الا ما عندكمش الزبده كدهنوه غير بزيت العود. عاد كديروا هاد النخاله الرقيقه او الحمراء، كتلبسوه مزيان في المول وحتى الغطايه كذلك باش ما تلصق لكمش العجينه. الا ما بغيتوش ديروا الغطايه ماشي مشكل، كيجيكم تا مبوق من الفوق، يعني بحال الشكل ديال الكيك، حتى هو كيجي زوين. صافي من بعد ما خمرت ليا العجينه نص ساعه تقريبا ولا ساعه الا ربع على حساب الجو اللي عندكم في الكوزينه. مع دابا البرد راه شويه يعني تتاخذ الوقت. صافي هنايا كنحيد منها ديك الهواء واحد شويه، وعاد كنزلها على سطح العمل او البوطاجين وكنبدا نلوي فيها هنايا. وانا كنزير يدي، يعني كنلويها تقريبا على كل جهه تقريبا 3 المرات ولا 4 المرات بحال هكاك. هاد العمليه زوينه باش يتجعب ليكم. هو راه خاصو شويه ديال الخاطر باش ينجح معاكم، ولكن غير تبعوا معايا الفيديو ان شاء الله راه ينجح معاكم يعني 100%. وتا النصائح يعني بزاف، يعني حتى الفران وكل شيء، يعني حتى الطريقه ولا الفران ولا الخبيز ديالو كل شيء باش ينجح معاكم ان شاء الله. عاد كنجيب الحمراء وكندردر يعني بحال شكل ديال الخبز وكنلويه المره الاخيره صافي. ولا المهم كتلويوه وانتم كتزيروا، يعني ما تنساوش تزيروا وانتم كتلويوه. عاد كنديروه في المول ديالو وكنديروا الغطايه. والغطايه ضروري تخليوه واحد الفجوه فين تشوفوه بانه خمر. وكنغطيوه بالسلوفان وبشي دريره بحال هكا، ولكن ما تحطوش مع دابا الحال بارد، ما تحطوش منه للرخامه. يعني ضروري تنزلوا شي خشبه ولا شي زيف هكا باش يخمر ليكم مزيان. صافي راه كيشد تقريبا شي نص ساعه هكاك ديال الخميره غادي يخمر ليكم. المهم راه كتاخذ لكم تقريبا نص ساعه حتى لساعه الا ربع باش تخمر لكم المره الثانيه، وتبقى على حسب الجو اللي عندكم في المطبخ. ودائما دابا مع الحال بارد
المول ما ديروهش في الرخامه ديريكت، يعني جيبوا شي منديل ولا شي خشبه بحال هكا باش تخمر لكم العجينه مزيان ما تبردش. المهم كنديروا الغطايه ما كنسدوهاش كامله، كنخليو كما قلت لكم واحد الفجيوه شويه هكا باش كتشوفوا العجينه راها طلعات. عاد كنغطيوها بالسلوفان والمنديل باش يخمر لينا مزيان. كتغطيوها العجينه من تخمر ليكم ما تخليوهاش حتى تلصق مع الغطايه، لا كتخليوه تقريبا واحد 2 سنتيم فين نزلت لكم دابا صبعي صافي. باش من كتدخلوها الفران فين تزيد طلع. كتكونوا سخنتوا الفران تقريبا على 180 درجه. الا عندكم الفرفاره من الفوق ومن تحت، الا ما عندكمش الفرفاره كتشعلوا غير من تحت حتى يطيب لكم، يتنفخ مزيان ويطيب لكم مزيان. عاد كتشعلوا الفوق يتحمر، تحيدوا الغطايه ويتحمر لكم مزيان من الفوق وصافي وتخرجوه. هو ما كنديرولوش 250 درجه بحال الخبز العادي، لا هو تقريبا بحال الكيك، لانه في المول كيطيب. اما الخبز العادي كنطيبوه على 250 درجه باش ما ييبسش ليكم. هذا كنديروا له 180 درجه. صافي كنخرجوه كننزلوه على واحد المنديل حتى كيتحيد منه ديك الصهده كما تنقولوا حنايا، ديك الصهده عاد لويوه ما تلويوش ديريكت باش ما يعرقش ليكم. كتحيد منه ديك الصهده وعاد كنلويوه مزيان في المنديل وكنديروه فوق خشبه، ما ننزلوش ديريكت في الرخامه، شي خشبه كما قلت لكم باش ما يعرقش ليكم. حتى غدا ليه الصباح عاد كنقطعوه الطوست ما كيتقطعش يعني ديك الساعه، لا حتى غدا ليه عاد تنقطعوه تيجي رائع بزاف باش ما يتفرتش ليكم. وكنقطعوه بالصحه والراحه كيجي زوين بزاف. انا كنديري واحد الكميه صغيره ديال داك النهار ولا ديال يومين، كيبقى ليا لغدا ليه الا بقى لكم تسخنوه في ديك الطوسطه الا عندكم ولا مقيله، كيجي رائع بزاف وناجح ومجعب. انا ما تعجبنيش الطوست يكون يعني مدقص ولا هذا، تعجبني بحال هكا يكون ناجح. تقدروا ديروه باش ما كان، يعني ان شاء الله باقي نشارك معكم وصفات اخرين. وكنتمنى لكم التوفيق، وكنشكر بزاف البنات اللي كيسولوا فيا واخا القناه ميته كيسولوا فيا بزاف، تنشكرهم بزاف. وان شاء الله فيديو اخر جديد ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق.